اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. وحشتوني يا امارات قد الدنيا دي كلها. النهارده كده رجع لكم بيوم جديد وروتين جديد. ما تنسيش بقى يا اماريه باللايك، وطبعا لو اول مره تشوفي قناتي نوريني بالاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله. وروتيني النهارده كده روتين شتوي في اجواء الشتاء، برغم ان انا خلاص مؤخرا ما بقتش احب الشتاء لان هي بقت برد قاسي قوي علينا، والواحد يعني بقت صحته على قده. افتكر زمان كانت مامة جوزي كانت موجوده عندي، عايزه اقول لكم والله كنت في شهر طوبة ده اللي هو في شهر واحد بنزل تحت الدش بميه ساقعه. حاليا ما استحملش اعمل كده الكهرب، فالشتاء مؤخرا ليا بقت عقاب. فبصراحه يعني فتره الشتاء دي انا مش بحبها، بس بضطر اقوم اعمل الشغل عشان خاطر الدنيا ما تقفش، وعشان خاطر بيتنا ما يتبهدلش زياده عن اللزوم. وهتشوفوا البهدله اللي انا فيها اليومين دول. طبعا انا ابتديت معاكم كده الفيديو بالغسيل، وده طبعا يوميا معانا. انا في الشتاء لو اجلت يوم غسيل بتبهدل حرفيا، فلازم يوميا اشغل الغساله. وطبعا انا عندي الغساله نص اوتوماتيك، فيعني ايه، الله المستعان كده، ربنا يعيننا عليها في البرد اللي احنا فيه ده. المهم يا امارات كده شغلت الغساله وسبتها كده بره معانا، ودخلت بقى على المطبخ كان يعني ايه، اتبهدل. المطبخ انهار، بيقول لي ارحميني، كتر خيري قوي كده. بس بصراحه الله المستعان، يعني ربنا يعيننا ويقوينا ويرزقنا برزق اولادنا جميعا يا رب العالمين، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. فمفيش هستعمله، يعني هستعمله مفيش غيره. طبعا انا مش مطلعه كل حاجتي بسبب ان المطبخ اتكسر مني خالص، في حاجات كتير شايلها في كراتين، فانا مطلعه اللي ايدي بتستعمله واللي انا يعني ايه ايدي بتروح وتيجي عليه كده اهو. فالمهم هم دول شويه الحاجات اللي ايدي بتروح وتيجي كده عليهم، عشان خاطر طبعا احنا يعتبر عيله وعيله كبيره ربنا يبارك، فبحتاج حاجات كتير برصصهم بالشكل ده. انا عارفه ان الشكل رخم، بس انا ما اقدرش ارصصهم غير كده، عشان خاطر يعني ايه كل ما اطلع حاجه بقى بشيل كل ده على بعضه. ما رصصتهمش غير كده بلاقي المطبخ العلبه كلها على بعضها متكركبه، والدنيا عندي صعبه الصعب. فبحاول انظم على قد ما اقدر وعلى قد المكان اللي موجود عندي، والله المستعان ربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب على حالنا وعلى احوالنا كلنا يا رب العالمين. المهم يا امارات رصصت معايا الحلل والغطيان والصواني الكبيره زي ما انتم شايفين كده، وهنا رصصت الصواني اللي هي الالومنيا. وطبعا زي ما قلت لكم مش كلها، انا في حاجات شايلاها في كراتين والله ما عارفه استعملها. ورصصت بقيه البلاستيكات والحاجات فوقيها عشان هتبقى خفيفه، ما ينفعش احط البلاستيكات تحت عشان ما تتكسرش. المهم كده ظبطت دنيتي على قد ما قدرت، وقلت استكفى بكده. بفتح درج التوابل عشان انا مشتريه توابل جديده. المهم ان الدرج صدمني، الدرج كده بصراحه بقاله شويه حلوين، يعني بقاله ايه فتره كده حلوه بالمنظر اللي هتشوفوه معايا دلوقتي ده، والحمد لله ربنا يعيننا. هوريه لكم دلوقتي. بس لما عملت الحركتين اللي عملتهم دول كده حسيت ان انا محتاجه ادفى. كنت عامله بطاطا للولاد اللهم بارك، يعني عجبوها قوي قوي، عجبت الولاد قوي. فالمهم ان انا ايه قلت لما الحق لي واحده، وخدت لي اكبر واحده كده في الحله موجوده معانا، خدتها كده في طبق، وهي دي طريقه اكلي فيها، بحطها في طبق وبفتحها وببدا بالمعلقه اكل اللي جواها لحد ما ايه ما اخلص اللي انا عايزاه كله. بتبقى معايا القشره كده في الاخر، هي دي اللي بشيلها برميها. فطبعا في الوقت ده ولادي شافوني جريوا خدوا الوحدتين اللي فاضلين، وبكده البطاطا الحمد لله تمت بألف هنا وشفا ليهم. وزي ما انتم شايفين كنت مطلعه كيسين صلصه عشان بجهز لغدا النهارده، وبما ان انا اشتغلت قلت اعمل غدا سريع وخفيف كده ايه ما يعطلنيش في الايه في الوقت اللي انا فيه ده. بصوا بقى منظر درج التوابل، انا بوريكم المنظر ايه اللي حصل فيه. برطمانين اتكسروا، برطمان اللي هو بتاع الشاورما زي ما انتم شايفين كده، الولاد طبعا ايديهم معايا فربنا يحميهم ويبارك فيهم يا رب، فكسروا لي برطمانين بتاع الملح وبتاع الشاورما. فطبعا الاتنين اتدلقوا على بعض كده في الدرج، وبقت حالته يعني بيقول لي خلاص ما ينفعش يتساب كده. وبما ان انا جايبه توابل جديده برده، فكان لازم انضفه واظبطه كده بحيث ان ايه دنيتي تبقى تمام معايا. التوابل انا مش بجيبها شهريه الا حاجات معينه اللي بجيبها في التوابل شهريه، وهوريها لكم ان شاء الله يعني في فيديو تاني. مش هقدر اوريها لكم في الفيديو ده لان بصراحه الفيديو ده عشان ما يطولش معانا وانا بحبش اطول عليكم الفيديوهات. قلت بقى بما ان انا هنظم درج التوابل، وبما ان الدنيا اتبهدلت فيه فوق، فاكيد بقيت الادراج تحت اتبهدلت، وانا بقالي فتره ما نظمتهاش. خلاص نشيل كل الادراج ونبدا ننظمها ونظبطها معانا كده عشان خاطر تبقى ادراجنا نظيفه، ويبقى المربع اللي تحت ده كله نضيف كده معانا وزي الفل. وطبعا انتوا عارفين ان انا في المعتاد بخلع الادراج خالص من مكانها ونضفها، والحركه دي ما بعملهاش كتير، يعني مرتين 3 في السنه. غير كده بفوطه مبلوله وببدا ان انا ايه اظبطها من جوه، الحاجات اللي هي الاسبوعيه والشهريه والكلام من ده. انما لما اكون عايزه اديها غسله محترمه بخلعها من مكانها اغسلها.
فخلعتها من مكانها كده بقى عشان نبدا ننضف الدنيا كده معانا. كان موجود معايا على الحوض الاطباق اللي فطرنا فيها، والحله بتاعه البطاطا وحاجات كده كنت بشيلها برده كده من قلب المنظمات كده، كانت موجوده معايا في الضرفه تحت. المهم ان كانوا موجودين معانا كده، وكنت نقع البطاطس تبوش من الطينه بتاعتها، لان احنا عارفين ان البطاطس بتاعه اليومين دول ما اقدرش اقشرها كده على طول عشان بتبقى مليانه طينه، فبنقعها كده شويه تبوش الطينه اللي حواليها واشطفها حلو بالفرشه، وبعد كده ببدا ان انا اقشرها بقى واستعملها بقى بالطريقه اللي انا احبها. فنزلتها كده على جنب كده بعيد عشان خاطر الحوض بتاعي صغنون كده وامور على قده، عشان خاطر اقدر اشطف الحاجه دي فيها حلو. طبعا هشطف الحاجه كلها اللي موجوده، الروافع كلها والصفايات والكلام من ده كله، واحطه معايا على الصفايه عشان يتصفى معايا من الميه. وبرده قبل ما ابدا احطه في الادراج هجيب معايا فوطه حلوه كده وابدا انشفهم خالص من الميه اللي موجوده فيهم. وطبعا في الفتره اللي هيتصفوا فيها على الصفايه هعمل انا كده سريعا شويه رز وبطاطس للولاد، عشان خاطر طبعا هم يتغدوا وما بقاش قصرت معاهم هم في حاجه. عايزه اقول لكم بقى كنت متكتكه، يعني الميه نازله من الحنفيه تلج، انا ما عنديش سخان في المطبخ، الميه نازله من الحنفيه تلج وغرقت حرفيا. يعني بصراحه كنت متكتكه. شوف هم خطوتين بساط كده الواحد عملهم كنت متكتكه. لما بعملهم بقى في الصيف يا سلام، عايزه اقول لكم يعني بموت كده في البلبطه في الصيف، انما بصراحه في الشتاء صعبه قوي 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 قوي، والميه بتبقى صعبه. ومؤخرا يعني الحمد لله يا رب من بعد ما جات لي الغده فبقيت احس باقل نسبه بروده. انا عايزه اقول لكم بعد ما بخلص الشويه دول طول ما انا شغاله مش بحس بساعه قوي، الا بقى لما اجي اقعد خلصت يومي كده بقى وغيرت هدومي وجايه اقعد اتفرجي بقى بشتغل فايبريشن، بفضل اترعش كده طول ما انا قاعده. بيبقى بصراحه يعني بترعش رعشه، يعني بقعد وقت طويل على ما جسمي يبدا يتدفى تاني. فبصراحه لا، الشغل في الصيف ارحم بكتير. ده مؤخرا يا جماعه، يعني ماليش دعوه بقى بالناس اللي بتحب الشتاء، الله يعينكم ويقويكم. انا كنت زمان زيكم، انما مؤخرا لا، بقيت بقلق منها وبقيت بسعى جدا منها، وبصراحه بخاف على الولاد وتعبهم من الشتاء. المهم كده يا امارات، قلت بقى بدل ما اشغل الغساله واحط فيها شويه الروافع دي كلها، انا على الحوض سريعا كده اصبنهم وابدا اسيبهم بقى يتصفوا معايا على ما احضر الغدا للولاد، ونبدا بقى نظبطهم كده معانا في قلب المطبخ. يبقى المطبخ كده مترتب ومتنظم ونضيف معانا، ما فيهوش اتربه، ما فيهوش بهارات ولا توابل واقعه عليه. الدنيا كده سهله وبسيطه كده معانا، وتفتح نفسك على الشغل بصراحه، ان انت تقدري تقومي تعملي حاجه كده في مطبخك وتبقي مبسوطه. حتى لو مش هتعملي حاجه فيه بتبقى قاعده مرتاحه، عارفه ان دواخلك وخوارجك في المطبخ كلها تمام وكل الدنيا معاكي زي الفل. طبعا انا كنت غاسله العلبه من تحت قبل ما ابدا ارصص فيها الحلل، فكان طبعا كده يبقى كله اللي معايا الادراج وكله كده معانا تمام. هم بقى يتركنوا ويتصفوا معانا. بعد ما غسلت الادراج كمان بالمره هبدا بقى اجيب البطاطس كده بعد ما شطفتها من الطينه اللي موجوده فيها، هنبدا بقى نعمل اكل للولاد. وبص على طول 5 دقايق كنت عملت الاكل، لان طبعا الصلصه كانت جاهزه على طول. هي البطاطس قطعناها هي والبصل، لان للاسف ما عنديش بصل متفرز، فالبطاطس قطعناها هي والبصل كده، وشويه الرز بشعريه سريعا. وكان ده غدا الولاد بصراحه، والحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. بعد ما اتغدينا وارتحنا بدأت بقى ان انا انشف كل حاجة غسلناها وكل الروافع كده اللي غسلناها، وابدأ ارصصها عشان هبدأ اشوف انا هحط ايه في الادراج. طبعا انا عارفة ان كل درج عندي مخصص ليه، هبدأ ارصصها كده معانا عشان احط كل درج. الدرج الاولاني ده بتاع التوابل مش هاجي جنبه، فطبعا هرصص في الدرج التاني والتالت الروافع اللي موجودة فيه، وهحاول بقدر الامكان ان هي تترتب وتترصص معايا. عايزاكي بقى كده لو الدنيا مكركبه عندك في الادراج زي عندي كده، قومي كده استعدي كده نشاطك وتشجعي، وهتتدفي بعد ما تخلصي ما تقلقيش، واستعيني بالله كده وسمي وخشي كده اعملي الحاجه اللي وراكي، وان شاء الله ربنا يعينك ويقويكي ويعيننا ويقوينا جميعا يا رب العالمين. بدأت بقى يعني ارصص بقى الحاجات على قد ما قدرت. انا حاولت بصراحة لان كل مرة مش بحفظ ترصيصها، يعني هو على قد ما بقدر كده، والحاجة اللي بتبقى موجودة قدامي بحطها. بدأت ارصصها بقدر الامكان لحد كده ما ظبطناها في الضرفة معانا، ضرفة في الدرج معانا. وهبدأ الدرج اللي تحت كمان احط فيه المعالق والشوك، وتحتيهم احط العلب البلاستيك دي، بتنفع معانا على فكرة في التوابل. ولو مثلا هرسة توم واحطه في الفريزر لو اي حاجة، بصراحة العلب الصغنونة دي بتنفع معايا، يعني ما بتقولش لا.
عايزاكي يا قمرايه بقى ما تنسينيش باللايك الجميل بتاعك دوت كده عشان خاطر تشجعيني ان شاء الله نبدا نصور فيديوهات كتير قوي مع بعض، لاني حرفيا باحبط لما مش بلاقي اللايك بتاعك كده على الفيديو، بحس ان انا مش متشجعه ان انا اقوم اصور. طبعا انتوا سامعين صوت ضرب النار، معلش وفي فرح تحت عندنا، ربنا يفرح الناس جميعا يا رب ويسعدهم جميعا يا رب العالمين. بدات كده يا حلوين ارصص بقى اللي هي العلب البلاستيك الصغننه دي، بتنفعني بقى في التوابل. لو هشيل الاكياس زي ما شلت فيها البيكنج باودر والحاجات دي بتلم معايا التوابل والروافع، لو احط فيها شويه ملح، المهم ان هي بتنفعني بصراحه كده مش وحشه. طبعا العلب دي كانت علب ايكيا كنت جايباها، وبدات بقى احط تحت المقصات اللي انا مش بستعملها. المقصات دي على فكره مش حلوه خالص، اللي هو المقص بتاع الخضار والمقص بتاع الفراخ، الاتنين بصراحه يعني ملهمش لازمه. في حاجات كتير قوي جبتها من الروافع ملهاش لازمه، من ضمنهم المقصين دول. المهم بدات احطهم تحت كده معايا في الدرج، والبتاع بتاعت البطيخ دي برده ملهاش لازمه. بدات ارصص كده معايا في الدرج، وبدات اظبط الدنيا على قد ما اقدر، وكده اكون خلصت يومي وخلصت روتيني معاكم. يا رب يا قمر ما تنسينيش باللايك، ويا رب تكوني شجعتي بخط طاقه ايجابيه، وتقومي كده في الشتاء كده تدفي نفسك بحركتين حلوين كده في البيت، وباذن الله تتدفي. اي نعم انا ما بحبش الشتاء بس مضطرين نقوم، فقومي كده شجعي نفسك بنفسك، وان شاء الله ربنا يعينك. اشوفكم في يوم جديد وروتين جديد، مع السلامه.